الرئيس ابنك ما رجعش لحد دلوقتي. ابنك علي ابو القاسم المواطن المصري، المواطن المصري اللي اتغرب مش عشان حاجه، عشان بس يسعى ويجيب لقمه عيشه ليه هو واولاده. يا سياده الرئيس، المواطن المصري اللي مراته باعت كل ما تملك عشان خاطر المحامين وعشان خاطر تحاول تطلع. سياده الرئيس، انا ما عنديش حاجه دلوقتي املكها عشان اوقف محامين تاني ولا اشوف في السعوديه ايه حصل لجوزي. المفروض سفارتنا هي اللي تتحرك. سياده الرئيس ارجوك اسمع لينا. حضرتك انا مواطنه مصريه واولادي الاطفال دول دايما دايما بيستغيثوا بيك بعد الله عز وجل. انا مش طالبه غير حق من حقوقي، طالبه جوزي يا سياده الرئيس. جوزي انا لا املك شيء عشان اقوم محامي يروح يتابع في السعوديه ويعرف هو ليه متاخر. المفروض سفارتنا وقنصليتنا المبجله هي اللي بتقوم بالدور ده، لكن للاسف وزاره الخارجيه لا حياه لمن تنادي، السفاره لا حياه لمن تنادي. انا ما قلتش ان سياده الحماده بيه الصاوي النائب العام مشكورا راح سافر بالتحالف المصريه لحد السعوديه، لكن ما فيش نتيجه. سياده الرئيس انا محتاجه تدخلك، محتاجه ان حضرتك تقف جنبي انا واولادي زي ما دخلت في الموضوع في الاول. ابنك يا سياده الرئيس، ابنك ده مواطن مصري مهندس مظلوم، دولته مبرئاه يا سياده الرئيس، دولته مبرئاه. قبضته على اكبر تشكيل عصابي في مصر وقلت لي مبروك. يا سياده الرئيس ارجوك عشان خاطر اولاده، انا تعبت من كتر السعي، تعبت بجد، تعبت من كتر اللف، تعبت من كتر ما بستغيث. ارجوكم يا مصريين اقفوا جنبي، ارجوك يا سياده الرئيس. انا بناشدك بعد الله، بناشد خادم الحرمين الملك سليمان ولي العهد اللي ما حدش بيتظلم على ارضهم، الارض الطاهره، ارض ارض الحرمين. انا عارفه ما حدش بيتظلم على ارضهم. ارجوكم دعموني، انا محتاجه ان انتوا تقفوا جنبي انا واولادي عشان خاطر اولادي. اي حد كان ممكن يبقى في الموقف ده، اي حد كان ممكن يتحط في ابتلاء صعب زي كده. الحمد لله انا صابره انا وجوزي، وربنا يجعلنا من الصابرين يا رب. ربنا يجعلنا من الصابرين والراضين بقضائه وقدره. بس انا لازم اسعى، ما اقدرش والله العظيم. انتوا مش حاسين يعني ايه انا في قلبي نار، مش بعرف انام والله غصب عني. انا بجد مش بعرف حتى انام بالليل. كل ما افتكر ان هو في غربه وفي السجن وان هو بعيد عني وبينه بلاد ومش عارفه اشوفه، مش عارفه هيخرج امتى، كل دي اسئله بتدور في دماغي، مش بعرف انام غصب عني والله. انا مؤمنه بقضاء وقدر ربنا وعارفه انه متاكده وعاشمه في الله ان هو هيخرج لانه مظلوم، بس انا غصب عني. احنا بشر، قلبنا ده مش بايدينا. انا غصب عني، بس انا متاكده انه هيخرج بدعمكم، هيخرج بفضل ربنا اولا، لان ما ربك بظلام للعبيد. ربنا اقسم على نفسه وقال وعزتي وجلالي لانصرنك ولو بعد حين. عارفين يعني ايه ربنا اقسم على نفسه انه هينصر المظلوم ولو بعد حين؟ وانا جوزي مظلوم، وسيدنا يوسف شفتوا حصل له قد ايه وقعد في السجن. انا كل ده والله العظيم مؤمنه بيه، والله مؤمنه، بس انا غصب عني ان انا ما بعرفش انام. غصب عني لما اجي انام بالليل بتدور اسئله كتير في دماغي. طب جوزي هيخرج امتى؟ طب اولادي بالسنه، طب انا بكره هجاوب على اولادي لما يسالوني اسال يا ربي انا هجاوب عليهم اقول لهم ايه تاني؟ اقول لهم باباكم لسه قاعد في السجن ليه؟ يا سياده الرئيس ارحمني شويه وارحموا اولادي يا مسؤولين. اتحركوا، ده ابنكم ده مواطن مصري يا ناس. 4 سنين في السجن، طب وانتم مبرئين؟ طب وبعدين لحد امتى؟ حد يطلع يقول لي جوزك هيخرج امتى وانا هسكت؟ يا سياده الرئيس ده ابنك وانت اتدخلت في موضوعه. ارجوك يا سياده الرئيس زي ما كرمت سياده القطار وغيره، انا ما بطلبش تكريم، انا بطلب بس ان انت ترجع لي او طمن. انا عايزاه يرجع لبلد الامن والامان لمصر يا سياده الرئيس. امتى طيب؟ يا رب انا مش والله افوض امري الى الله، انا مش بقول حاجه. يا رب افوض امري ليك يا رب، افوض امري ليك يا رب، افوض امري ليك يا رب. انت الوحيد اللي حاسس باللي جوايا، وانت الوحيد اللي حاسس بالنار اللي فيا انا واولاده. اقول ايه بس؟ اقول ايه؟ افوض امري الى الله. ارجوكم تفعلوا الهاشتاج، تقفوا جنبي من تاني. انا بطلب منكم تدعمكم الهاشتاج. اطلقوا سراح المهندس علي من سجن تبوك. انا مش هسكت ومش همل، وانا زي ما وعدتك يا علي هقف جنبك والله العظيم، افضل واقفه جنبك لاخر، وعمري ما همل، مش همل ابدا، لان دي قضيه عمري. عارفين يعني ايه قضيه عمري؟ قضيتي انا وقضيه اولادي وقضيه جوزي، قضيه عمري. انا عمري ما همل، انا افضل واقفه معاكم على طول ان شاء الله باذن الله. ربنا يخرجك بالسلامه، يفك كربك ويفك كرب كل مكروب. وانا اسفه ان انا فعلا تعبتكم، بس انا عايزاكم توصلوا صوتي، وانا متاكده ان احنا وقوفكم جنبي هيوصل صوتنا للرئيس. اكيد يا سياده الرئيس هيوصل لك صوتي انا واولادي، هيوصل لك دموعنا وصرختنا زي ما وصل لك في الاول. ده فضلكم.
بعد ربنا ارجوكم دعموني، ارجوكم فعلوا الهاشتاج، يمكن يكون سبب انتوا حد فيكم يفعل هاشتاج يكون السبب ان جوزي يخرج ويرجع لاهله ويرجع لاولاده ويرجع لامه، امه اللي لا حول ليها ولا قوه، امه اللي بتسال عليه وتقول لي نفسي بس اشوفه ابنها. ارجوكم يعني احنا حياتنا واقفه، 4 سنين حياتنا واقفه، حياتنا واقفه في كل شيء. انا تعبت من كل شيء والله العظيم. الحمد لله يا رب، وفوض امري الى الله. ارجوكم فعلوا الهاشتاج. اطلقوا سراح المهندس علي من سجن تبوك. لو سمحت يا سياده الرئيس اسمعوا لصرختنا، ارجوكم وصلوا صوتي للرئيس زي ما وصلوا صوت سيده القطار وغيرها. ارجوكم وصلوا صوتي لسياده الرئيس. يا سياده الرئيس ابنك علي لسه ما خرجش، اللي حضرتك اتدخلت بنفسك في موضوع لسه ما خرجش، لسه ما رجعش الاولاد رغم تدخل حضرتك. خادم الحرمين الملك سلمان ولي العهد، انا بستغيث بيكم بعد الله عز وجل. يا سياده الرئيس ابنك علي ده مواطن مصري، خرج للقمه عيشه، خرج في يوم من الايام طلع شغله وما رجعش، ولقوا نفسه في قضيه والله العظيم مالي دعوه بيها. انا كنت معاه في السعوديه، انا كنت وقتها موجوده هناك، كنا بننزل اجازات مع بعض وبنرجع مع بعض. فجاه جوزي راح الشغل وبعد كده ما رجعش في يوم من الايام. طب لحد امتى؟ ارجوكم تشاركوا الفيديو، ارجوكم توصلوا صوتي انا واولادي. معلش استحملوني شويه، اتحملوني، حقكم علينا. بس انا متاكده غصب عني والله، انا بعتبركم اخواتي غصب عني، وانا يعني زي الغريق اللي بيتعلق بقشايه. انا بتعلق برجاء منكم، برجاء منكم، بكلمكم باسم الرحمه والانسانيه. ارجوكم فعلوا الهاشتاج، شاركوا الفيديو، فعلوا، انشروا، فعلوا هاشتاج اطلقوا سراح المهندس علي من سجن تبوك. عايزين كلنا نفعل الهاشتاج ده على طول ارجوكم لحد ما الصوت ده يوصل للرئيس. وانا اسفه جدا ان انا طولت عليكم، واسفه جدا ان انا كل مره بطلع انكد عليكم، بس والله غصب عني. الحمد لله رب العالمين، وربنا يا رب يحفظكم ويحفظ اولادكم ويحفظ لك زوجك ويحفظكم جميعا من كل شر ومكروه يا رب، ويفرج كرب كل مكروب. ربنا يفرج كرب كل مكروب يا رب. شكرا لحضراتكم، السلام عليكم.